في شريحه كبيره من اطباء الاسنان لما بتقرر تفتح عياده اسنان بتكون ظروفها مش انسب حاجه من حيث الماديات، بحيث انهم يشتروا كل الادوات جديده بكرتونتها. وفي شريحه تانية من اطباء الاسنان تفكيرها تفكير اقتصادي سليم، يقول لك انا ليه اصلا اروح اشتري كل الاجهزه جديده طالما انا ممكن الاقي اجهزه مستعمله نظيفه اقدر من خلالها اوفر مبلغ وفلوس كويسه توفر عليا قدام ويكون معايا سيوله كافيه للاستمراريه بعد فتح العياده. وعشان كده في حلقه النهارده هنتكلم عن الجديد والمستعمل من حيث العيوب والمميزات، وامتى تشتري الجديد او تشتري المستعمل، وايه الاحسن والانسب ليك ولحالتك الماديه، بالاضافه بعض النصايح في اخر الحلقه عن شراء المستعمل ازاي تشتريه وما يضحكش عليك. يلا بينا بقى نسمي الله ونصلي على النبي ونبدا الحلقه. هذه الحلقة برعاية برنامج توسفير. برنامج توسفير هو برنامج اكسل مخصص في تسعير الخدمات المقدمة من خلال عيادات الأسنان. ده رقم تليفون دكتور مصطفى صاحب البرنامج، تواصلوا معاه واتساب للي حابب يستعمل البرنامج، وليكم خصم 50% عند استخدام برومو كود دكتور ساموراي 50 أو دكتور خليل 50. يلا بينا نبدأ الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من دكتور ساموراي. معاكم أحمد السيد خليل، والنهارده إن شاء الله هنتكلم عن الجديد والمستعمل في عالم طب الأسنان وإزاي تشتريهم وإزاي تستفيد من شرائهم. أولا خلينا نتكلم عن شراء الجديد في عالم طب الأسنان ونقسمه إلى حاجتين، مميزات وعيوب. أول حاجة المميزات بتنحصر في 4 نقاط مهمين. رقم 1، الأجهزة الجديدة تعتبر أكثر ضمانا واطمئنانا من المستعمل بنسبة كبيرة جدا تتعدى 90%. يعني ببساطة هتجيب أجهزة جديدة سليمة مش ملعوب في دواخلها ومفيش احتمال لوجود مثلا صدى او حاجات مستخبيه انت مش واخد بالك منها. 2، اللايف سبان او ما يعرف بفتره الصلاحيه او الكفاءه بتاعت الجديد بتكون اطول وافضل من المستعمل. 3، في الجديد انت بيكون سهل عليك انك تختار الفئه اللي انت عاوزها او اللون اللي انت حابه او اي اضافات بتكون على هواك. رقم 4، الأجهزة الجديدة بتكون معاك من أول بدايتها ومن أول عمرها. نيجي بقى لعيوب الجديد وهي بتنحصر في 5 نقاط. النقطة رقم 1، هتخسر في الجديد وانت بتبيعه اكتر ما بتخسر في المستعمل. بص يا سيدي، الجديد دايما معروف عنه طالما اتفتح واشتغلت بيه بتخسر وقتها فلوس كبيرة، وده كله بسبب ان المبلغ ده بيعتمد على بريق وزهو الحاجة الجديدة اللي انت استلمتها، وده بنلاحظه بسهولة جدا لو جينا قارنا نفس الحاجة أو نفس الجهاز بنفس الفئة وقت لما بنشتريها جديد ووقت لما بتتباع كسر زيرو. 2، الجديد من عيوبه انك بتحس بوجع قلب لما الجهاز ده لا قدر الله يقع او يتكسر او حتى يتخدش لاول مره. 3، في عصر شيوع الاستهلاكيه بالاضافه لتطور الاجهزه في طب الاسنان زائد التنوع الكبير فيها، وده خلق صعوبه على اطباء الاسنان وخصوصا الاجيال الجديده وحديث التخرج في انهم يقدروا يشتروا كل حاجه جديده اثناء فتح العياده. زمان مثلا لما كنت بتقرر تفتح عياده كان عادي من الطبيعي او البديهي انك انت ممكن تفتح عياده من غير جهاز اشعه. دلوقتي لا، لازم وحتما انك انت تجيب جهاز اشعه. مع الوقت تطور الامر الى انك بقيت بتشوف ان السنسور حاجه مهمه، لا لازم تجيبه كمان. لو ايام زمان بتشتغل مانيوال علاج جذور، دلوقتي بقى بتشوف ان انا لازم اجيب جهاز روتري، لازم اجيب ايبكس لوكيتور وهكذا. ده غير في حاجات ايام زمان كانت تعتبر من الرفاهيات دلوقتي بقت في شريحه كبيره من الاطباء الاسنان لو عاوز يحقق اعلى كواليتي او كواليتي محترمه في طب الاسنان وقتها الحاجات دي لازم تبقى اساسيه ومهمه في العياده، زي مثلا اللوب او الميكروسكوب. لو انت مهتم بالتسويق او مهتم حتى بتوثيق حالاتك فبقى مهم جدا انك انت لازم تجيب كاميرا بروفيشنال. فده كله زود الحمل على الجيل الجديد الصاعد من اطباء الاسنان، وبالتالي صعب عليهم سهوله تجهيز عياده كامله متكامله بكامل الادوات والاجهزه والمعدات بحيث انها تكون جديده 100%. 4، من عيوب الاجهزه الجديده انها لما لا قدر الله بتعوز صيانه بتحتاج انك تعمل لها صيانه في التوكيل، وصيانه التوكيل معروفه دايما انها بتكون اغلى من الصيانه خارج التوكيل، على عكس المستعمل. لو انت شاري مستعمل انت ممكن برضو تعمل له صيانه بسهوله لانك انت عندك وقتها مفيش توكيل او مفيش حاجه معينه تلزمك بسعر معين. 5، من عيوب الجديد انه بيخليك تشتري جهاز مش احسن قيمه مقابل سعر على عكس المستعمل. يعني انت بنفس المبلغ اللي جايب به يونت صيني جديده تقدر تروح تجيب يونت افضل من الصيني واقوى مستعمله بنفس المبلغ، وبالتالي بتخليك تنط نطه
كبيره في الامكانيات. نيجي بقى للمستعمل طب الاسنان، وهنتكلم اولا عن مميزات المستعمل واللي هي بتنحصر في 4 نقاط مهمين برضه. النقطه رقم 1، هتجيب اجهزه ذات قيمه مقابل سعر كويس جدا. كمان 2، شراء المستعمل بيتميز بتنوع اكبر واختيارات اوسع. في شراء المستعمل انت تقدر تتفاوض على السعر وتشتري بسعر يناسبك اكتر من شراء الجديد. رقم 4، لما بتيجي تبيع المستعمل اللي انت اشتريته ما بتكونش خسران فيه زي ما كنت خسران في الجديد اللي انت اشتريته، بل احيانا انت ممكن تكسب من ورا بيع المستعمل اللي عندك لو عملت له صيانه كويسه قبل ما تبيعه. نيجي بقى لعيوب المستعمل واللي تنحصر فيه 3 نقاط. النقطه رقم 1، الاجهزه الجديده للاسف طالما معروضه للبيع يبقى فيها مشكله. المشكله دي يا اما لسه موجوده فيها يا اما اتحل، ولكن في كلتا الحالتين في مشكله. والاسوأ من كده انك انت احيانا ممكن تاخد الحاجه المستعمله بالمشكله فيها من واحد شاطر في البيع ولكن للاسف ما عندوش ضمير. 2، من عيوب المستعمل كمان انك انت لما تيجي تشتري حاجه تشتري باكج على بعضه، حتى لو الباكج ده في جواه حاجات انت مش مقتنع بيها او مش راضيها، فغالبا وانت بتشتري المستعمل لازم تيجي على نفسك خصوصا في الثانويات. ووقتها ركز اهم حاجه على الاساسيات والحاجات المهمه اللي المفروض تكون موجوده في الجهاز. 3، المستعمل من عيوبه انك ما بتعرفش التاريخ بتاعه، وعشان كده لما حد يجي يتكلم معاك على التاريخ بتاع الجهاز ده ما تصدقش كل حاجه وركز بس اهم حاجه زي ما قلت لك على الاهم. هل الجهاز ده لما هشتريه هيقدر يقعد معايا فتره لقدام وهيقدر من خلاله يقوم لي الجزء المطلوب منه في العياده ولا لا؟ انا امتى اشتري جديد وامتى اشتري مستعمل؟ لو انت مش مخطط انك تقفل عيادتك بعد فتره قريبه او تبيع الاجهزه بعد فتره قريبه او تسافر بعد فتره قريبه، زائد كمان انت ما عندكش خلق للاعطال والمشاكل والحوارات اللي بتيجي من ورا المستعمل وصيانتها، وكمان زي ما قلنا معاك فلوس كتير ما شاء الله تكفيك بعد فتح العياده ويكون عندك سيوله كافيه للاستمراريه على الاقل سنه بعد الفتح، فالانسب ليك لحالتك دي انك تشتري جديد وتريح دماغك. لو انت ليك في الفصال وفي التفاوض وبتحب كل فتره تجدد الاجهزه اللي عندك وتجيب حاجه اعلى، زائد كمان بتحب توفر فلوسك وعندك خلق للحوارات اللي بتيجي من ورا الصيانه بتاعه المستعمل، فانت وقتها المستعمل انسب ليك. كمان خلي بالك من حاجه، مش لازم تشتري كل الاجهزه في عيادتك الجديده، انت ممكن تنوع بين الاثنين. طب خلاص انا اقتنعت دلوقتي يا ساموراي وعاوز اشتري مستعمل، اديني بقى النصائح اللي انت قلت عليها في اخر الحلقه عن شراء المستعمل. النصيحه رقم 1، وقت شراء المستعمل لا تتسرع في عمليه الشراء، ابحث ودور وقارن بين الحاجات المتاحه قدامك وحط في دماغك السعر والجودة والكفاءة والصنع والماركة، وإياك يبان عليك اللهفة والإعجاب والقبول للجهاز اللي انت بتشتريه قدام الشخص اللي هتشتري منه. خلي بالك واحنا بنشتري المستعمل احنا قايلين نقطة مهمة جدا، ان احنا بنتعامل من مبدأ ان احنا شطار في الفصال او في التفاوض، لانك لو بان عليك اللهفة خلاص انت لبست. 2، لا تنخدع بالمظهر الخارجي للجهاز المستعمل، لان بعض الاجهزة بيكون الشكل بتاعها من بره روعة متظبط ومتروق عليه قبل ما يتباع، ولكن من جوه في عيوب او في مشاكل. وعشان كده ركز قبل ما تشتري مستعمل على الاجزاء الداخليه من الجهاز. وعشان تريح بالك من النقطه ديت خد بقى بالنصيحه الرابعه، الا وهي خد معاك حد ثقه، والشخص الفني الثقه اللي انت واثق فيه ده ما تستخسرش معاه او تاثر معاه من ناحيه الفلوس، لان هو دلوقتي حبل النجاه بتاعك. النصيحه رقم 5 أو 4، اشتري من اقرب اصدارات حديثه للجهاز ده، ما تروحش تجيب جهاز مستعمل بقاله 20 سنه في السوق، ده كده انت مش هتستفاد منه كتير، على الاقل مش هيقعد معاك فتره طويله، زائد لما تيجي تبيعها تعرف تسوق لها وتكسب من وراها. النصيحه اللي بعد كده، تجنب شراء اي جهاز مستعمل من على الانترنت، ولو قررت تشتري لازم تروح بنفسك تستلم الجهاز، وزي ما قلت لك خد معاك حد فني مختص ثقة بالنسبة لك. النصيحة اللي بعد كده، اشتري جهاز مستعمل من ماركة واسم موجود في السوق بقاله زمن، لان جودته بتكون اعلى، قوة تحمله افضل، كفاءته احسن، وامكانياته كويسة، وبالتالي بيعه بعد كده اسهل ومشاكله بتكون قليلة. نيجي بقى لاخر نصيحتين في الفيديو واللي يعتبروا اهم نصيحتين في شراء المستعمل. 1، اشتري من شركة مختصة في بيع اجهزة الاسنان المستعملة، يفضل تكون شركة لها اسمها واسم تقيل كمان في السوق، او جهة موثوقة وليها سمعتها القوية، لان الشركة دي لو ما عندهاش ضمير على الاقل مش هتخدعك عشان تحافظ على اسمها وسمعتها في السوق. زائد كمان انت ممكن تستفاد من خدمة ما بعد البيع، لو حاجة لا قدر الله حصل فيها عطل في العيادة بتاعتك تقدر تتصل بيهم فحد يجي لك من خلالهم يخلصها لك. بلاش تشتري من حد
مش عارفه او ملوش مقر او مكان تعرف توصل له او ملوش اسم وسمعه في السوق. وعشان كده لو قررت مثلا تشتري من طبيب لازم تعمل حاجه من الثلاثه: اما الطبيب ده تكون انت عارفه معرفه كويسه او جاي من طرف حد كويس مضمون، او لو بيبيع عيادته كطبيب بيكون بيبيع عياده كسر زيرو، او على الاقل تاخد حد فني ثقه يكشف لك على حاجه. النصيحه الثانيه: لو قررت انك انت تشتري من شركه مختصه لازم يكون من ضمن الاتفاق ضمان لمده لا تقل عن سنه او سنتين. فكره ان حد يقول لك 6 شهور او 3 شهور ما تاخدش منه، لازم على الاقل سنه. دي شركه وقتها اعرف ان هي شركه واثقه في المنتج اللي هي بتبيعه، هيقعد معاك فتره طويله باذن الله. بس كده يا جماعه، اتمنى الحلقه تفيدكم، واكتبوا لنا في التعليقات تحبوا نتكلم عن ايه في الحلقات الجايه. السلام عليكم.